أهلا بكم من جديد. تناقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري أن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور جنوب سيناء بدأت منذ صباح اليوم التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته. وقالت المصادر إن النائب العام المصري سوف يصدر بيانا خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق، وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوما أو استمرار التحقيقات. ووفقا لتلك المصادر التي لم تؤكدها مصادر رسمية، فإنه قد تم انتداب محامي عام أول لنيابة الأموال العامة للتحقيق معه، وأنه تم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية من جهة أخرى هذا المساء أن مبارك أدخل بعد الظهر إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي من دون المزيد من الإيضاحات. هذا وقد أكدت مراسلة العربية حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت شريف 15 يوما على ذمة التحقيق، كما أكدت استدعاء رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع الأربعاء المقبل. وتنضم إلينا من القاهرة مراسلة العربية رندا أبو العزم. رندا، أيهما صحيح، أن التحقيقات بدأت بالفعل مع الرئيس السابق حسني مبارك في شرم الشيخ أم أنه أدخل إلى مستشفى شرم الشيخ؟ زينة، بدءا ممكن أن يكون الخبران صحيحان، لأنه بالفعل هناك تضارب بعض الشيء في هذه الأنباء، ولكن كانت هناك أنباء أن الرئيس السابق ذهب إلى نيابة الطور منذ 1 ظهر اليوم بتوقيت مصر أو بتوقيت القاهرة مستقلا أحد اليخوت، وتم التحقيق معه في عدة تهم أو عدة وقائع، من بينها الاعتداء على المتظاهرين وقتل بعضهم وجرائم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ. ولكن كان هناك أنباء أخرى متضاربة حتى ذكرتها جريدة الأهرام، من بينها أنه ذهب إلى الأردن للعلاج. ولكن الخبر الأخير الذي ذكره الأهرام وأيضا ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية وذكر في التلفزيون المصري، ولكن في صورة أنباء غير مؤكدة، أنه تم إدخاله مستشفى شرم الشيخ. هذا الإجراء إذا كانت قد تم إدخاله بالفعل مستشفى شرم الشيخ، أيضا كما جاء في جريدة الأهرام ربما يكون ذريعة الابتعاد عن المثول أمام جهات التحقيق، أو ذريعة لعدم الامتثال أو الحبس 15 يوما في أحد السجون. على جانب آخر هناك بعض المصادر التي أكدت للعربية أن هناك أخبار كبيرة من المنتظر أن تعلن خلال 48 ساعة الحالية، وربما هذه المصادر ذكرت جمال مبارك من المتوقع أن يمثل أمام جهات التحقيق خلال هذه الفترة. لم يتحدد أو لم يعلن عن الموعد لأسباب أمنية. من المتوقع أنه إذا ذهب بالفعل للمثول أمام جهات التحقيق سيتم إصدار قرار بإيقافه أو بسجنه 15 يوما، كما حدث مع صفوت الشريف بالأمس، وكما حدث مع زكريا عزمي يوم الخميس، وكما ربما البعض أيضا يستعد لحدوث ذلك مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب غدا. إذا لا يمكننا تأكيد أي رواية من هذه الروايات ولا حتى نفيها؟ لا، حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيد أي شيء، لأنني من الصباح عندما وردت لي هذه الأنباء ولم أستطع أن أنقلها لأنني لست متأكدة منها. لم يتم تأكيدها، ولكن من المنتظر إذا كان النائب العام سيصدر قرار سيكون هو الجهة الرسمية الوحيدة التي ستفصح عن طبيعة ما حدث، ولهذا نحن في انتظار هذا القرار. المعروف أيضا أن كانت هناك مظاهرة أخرى مليونية يوم الجمعة القادم. هناك اتجاهات لتهدئة هذه المظاهرة أو تأجيل حتى استجابة للأحداث أو المجريات التي ستتم خلال 3 أيام القادمة. وهذا ما اعتدنا عليه هناك دائما يوم الخميس ويوم الأربعاء والخميس يتم القرار حول الجمعة. طيب رندا، في حديث المظاهرات اليوم هناك معتصمين في ميدان التحرير، كانت هناك أنباء عن تحركات للجيش لفك هذا الاعتصام، هل لديك أي تفصيل حول الموضوع؟ بالفعل تم فك هذا الاعتصام وفتح ميدان التحرير أمام السيارات وأمام المرور العادي، وربما هذا يكون في اتجاه التهدئة. دعيني هنا زينة أؤكد أنه ربما حديث العربية الذي أذاعته قناة العربية هو الذي أسرع بهذه المحاكمات وبهذه الخطوات بالصورة التي نراها، برغم الاستياء
الاستياء الشديد من البعض مما جاء في هذا الحديث، ولكن هذا الحديث بالفعل على قناة العربية هو الذي أسهم في سرعة مثول الرئيس السابق أمام جهات التحقيق. شكرا لك. كانت هذا رندا أبو العزم مراسلة العربية طبعا من القاهرة. شكرا رندا.